كنت مقصر، مهما كنت مذنب، مهما كنت غافل، وانت واقف على باب ربنا وأنبت إليه هيكبر بخاطرك. اسمه سر قضاء الحاجات. جمعت لكم يعني كم كبير ان شاء الله. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يرزقنا الصدق والاخلاص ونكمله معاكم. اللي عنده حاجه عند ربنا، اللي له طلب عند الله سبحانه وتعالى، اللي نفسه ربنا يقدره شيء في الدنيا وفي الاخره، نعمل ايه؟ النهارده هقول لكم على حاجتين اتنين بس، ونركز فيهم علشان ايه تكتبوا وتحفظوا وننفذ على مدار الاسبوع. ويا ريت نسمع في الاربع اللي جاي ناس تتصل بينا وتقول يعني لما نفذوا الامر ده في حاجه حصلت. لا، انا على يقين، وده اول حاجه نكتبها على يقين ربنا هيستجيب لك. طيب السر، سر قضاء الحاجات. اول حاجه ان قلبك يتخلص من كل سبب ارضي. فاكرين لما اتكلمنا في حلقه التخلص من المتعلقات والعلائق؟ انت ولا اي سبب ارضي تحطه في دماغك ولا في عقلك. انا باخد بيه بالاسباب وهنشرح، لكن قلبي مش متعلق بالسبب الارضي ده، تتعلق فقط باسباب السماء وبالله الواحد الاحد. ده رقم واحد. عشان اشرح لكم المعنى دوت خليني احكي لكم قصه صلاح الدين الايوبي لما جه فتح بيت المقدس. بعد فتره جاله خبر ان الصليبيين جايين تاني وبيتجمعوا عشان يعودوا الحرب وياخدوا تاني بيت المقدس تاني بعد لما انطردوا منه. طيب صلاح الدين جه عمل ايه؟ نادى بقى كل الامراء بتوع اللواءات بتوعه وبتوع الولايات، وناداهم يستنفرهم يلا دافعوا عن القدس والكلام. لكن بقى لما جابهم للاسف شاف فيهم تقاعس وضعف وخذلان وتخاذل. حزن شديد جدا. ده الراجل قعد 13 سنه يحارب بس الخونه والمنافقين، وقعد سنتين يحارب يعني هو المنافقين اصلا كانوا اشد عليه من الصليبيين مغتصب المسجد الاقصى. ف يعني حزن جدا واصابه الهم. راح لشيخه اسمه القاضي ابن شداد، حكى له، قال له وصيه جميله جدا جدا ونصحوا بيها، هقولها لكم دلوقتي بس هنشرحها بقى. ابن شداد قال له ايه؟ قال له 3 حاجات، 3 امور قلبيه، افعال قلوب الاول، وبعد كده اعمل يعني الوصيه الاخيره اللي قالها. اول حاجه قال له ايه؟ الاخلاد الى الله تعالى. ايه الكلام ده؟ هشرحه. الإخلاد إلى الله. تاني حاجة الإنابة لله عز وجل. تالت حاجة الاعتماد على الله. كلها إيه؟ حاجات قلبية. عشان الغمة اللي عندك دي تنكشف، الإخلاد والإنابة والاعتماد على الله. وبعدين قال له النهاردة يوم جمعة، اغتسل وتصدق صدقة خفية وصلي ركعتين طلب حاجة، ودي طبعا لها تأصيل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتدعي. وقال له ادعي بقى، اللهم قد انقطعت الأسباب. اكتبوا ورايا، اللهم قد انقطعت الأسباب الدنيوية لنصرة دينك. راجل القلب وجعه على الأمة، ولم يبق إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضل الله اللي هو فضل الله الواسع. أنت حسبي ونعم الوكيل. الله بقلبه، لأن أنت متجرد، ما عندكش سبب واحد دنيوي شايفه قدامك يجيب لك نصرة. لكن لا، احنا هنشرح الكلام. تعالوا الأول نشوف معنى يعني ايه الإخلاد إلى الله. خلد دام وبقى. خلد بالمكان، أقام فيه ودام فيه واستقر فيه. خلد إلى الهدوء، ركن ومال إلى الهدوء. خلد إلى الأرض، التصق إلى الأرض. خلد الأثر، دام وبقى وما زال ويزال. ولا يخلد بالضم بقى إلا الله عز وجل، ولا يبقى ولا يدوم إلا الله سبحانه وتعالى. فلما يقول له الإخلاد إلى الله، خليك مستقر ولازق في ربنا، التصق بجنب الله. ده معنى الأولاني. الإنابة هنتكلم عنها إن شاء الله في حلقة تانية، لأن يعني أبخس حق الإنابة لو قلتها في 10 دقايق صراحة، لأنها منزلة كبيرة جدا جدا من مدارج السالكين إلى الله. الإنابة إلى الله منزلة رفيعة جدا وجميلة، وقلنا كده ان شاء الله هنخصص لها حلقه. يعني بتوديك فين؟ لرضا ربنا سبحانه وتعالى، لولايه ربنا سبحانه وتعالى، للارتكان الى الله سبحانه وتعالى. صفه ملازمه لعباد الله الصالحين وعباد الرحمن هي الانابه. علامه اصلا للمتقين ان انا يبقى عندي انابه. الانابه في اللغه يعني اسراع والتقدم. من معانيها الدقيقه سرعه العوده الى الله، سرعه مسارعه لربنا سبحانه وتعالى. المؤمن لما يذنب ذنب او يفتتن يتوب ويعود ويتوب. ممكن التوبة تستغرق سنة 40 سنة زي أخوة يوسف لما قعدوا 40 سنة. أما المنيب لا، على طول يرجع لربنا سبحانه وتعالى. وقع في ذنب بالليل ما تعديش أصلا صلاتين عليه ولا مساء، ساعة على طول، ما يروحش ينام أصلا إلا وهو تايب ونايب لربنا سبحانه وتعالى. دي الإنابة.
اما بقى اللي يذنب بيقعد بعديها سنه واسبوع والكلام ده لا، دي توبه. لكن الانابه سرعه، المسارعه لربنا سبحانه وتعالى. وانيبوا الى ربكم واسلموا له. انا ليك يا رب، انا ليك يا رب، من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لا، مكانه جميله ان شاء الله باذن الله، اوعدكم ان احنا هنتكلم فيها باستفاضه. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان على سيدنا ابراهيم كان حليم اواه منيب، والقران قال كده. جاء امر الهي وانيبوا الى ربكم، ودي تاني حاجه. وصف الله عز وجل للعبد اللي بيتاثر بايات ربنا واللي دل على العظمه بانه ايه؟ عبد منيب لربنا سبحانه. ليه؟ لانه شايف عظمه ربنا ومكانته، فقلبه مش قادر يبعد عن ربنا. آية كمان، هو الذي يريكم آيات ونزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر النعم دي إلا من ينيب. خلاصة الإنابة يعني إيه؟ إن أنا أروح بقلب ربنا، حب 3 كده دايما نقول حب، خضوع، إقبال على الله عز وجل. هو كده. طيب نرجع تاني للدعاء. اللهم قد انقطعت الأسباب الدنيوية لنصر الدين ولم يبقى إلا الإخلاد إليك. قلب جايلك، قلب مستقر عندك، والاعتصام بحبلك القرآن، والاعتماد عليك حسن التوكل وعلى فضلك الواسع. اللهم إنا نسألك من فضلك الواسع، أنت حسبي ونعم الوكيل. فقال له يا صلاح الدين الله أكرم من إنه يخيب قصدك. ليه؟ لما نروح لربنا بقلبه منيب بالشكل ده، وذل وخضوع لله سبحانه وتعالى، ورمية كل الأسباب الدنيوية، أبدا ما يخذلك ربنا. يهديك ويسددك ويوفقك ويجبرك وينصرك. ألف من لم ينقضي النهار بتاع اليوم اللي دعا فيه دوت حتى جاءه خبر اختلافه مع بعض الصليبيين وتخلوا عن فكرة العدوان أو إن هم ييجوا تاني. عايز أسألكم، كم مرة أغلقت الأسباب الأرضية في وشي؟ كتير ما فيش مش شايفين لها مخرج. احنا دلوقتي مش شايفين لها، لا للأمة ولا لحالك ولا مش شايفين لها مخرج. فاكرين لما شرحنا اسم الله الأول والآخر؟ اوعوا تنسوا الاسمين دول. ليه؟ خلينا نشرح لكم. من الأسماء المجتمعة اللي بتيجي مع بعض، ما ينفعش الأول بدون الآخر، الاثنين مع بعض. الأول يعطيك أسباب، خد اعمل كذا هكذا، انزل ابحث عن شغل، قدم في وظيفه، اعمل السي في بتاع. خلونا اشرح لكم الحته دي. ومش عارفه اعمل كذا واعمل كذا. طيب النقطه الثانيه، ده اسم الله الاول عطاك اسباب. اسم الله الاخر ينفعك بالاسباب دي. ليه؟ لان ساعات كتير احفظوا عني عشان خاطري، في ساعات كتيره جدا جدا الله سبحانه وتعالى يعطيك كافه الاسباب للنجاح، كافه الاسباب للسعاده، ولا ينفعك الله بيها. فتسال الله باسمه الاخر ان ينفعنا بالاسباب اللي انت يسرتها دي يا رب. ده شيء طيب، ده شيء طيب. بس عايزه اقول لكم حاجه اجمل، حاجه تحفه جدا بقى، ودي من معنى الاخلاد لله سبحانه وتعالى والانابه الى الله وحسن التوكل عليه والاعتماد عليه. هو حسبي ونعم الوكيل. ان الله سبحانه وتعالى باسمه الرب، وهو الرب القادر المقتدر الملك المليك اللي بايده ملكوت كل شيء، يعطيك باسباب، تمام، عددوا معايا، وبدون اسباب، وعكس الاسباب. يعني تلاقي الحاجات دي عمرها ما تجيب الامر ده، لان ده عكسها، وعكس الاسباب وانعدامها تماما، مش موجوده ولا استحاله وجودها. مين؟ رب الاسباب. عشان كده لما الله عز وجل يشوف قلبك منكسر، فاكرين يوم عرفه لما قلنا خلي ربنا يشوفك وانت منكسر قوي وانت وعمال تدعي وكذا، فيرى يعني الذله منك فيرفعك ويعزك. ده قانون ربنا، اتذل لله، الذله لله واحد، يعزك ربنا دنيا واخره. فلو انت عايز بقى حاجتك تغضى، السر الاولاني ايه؟ اقف على باب ربنا، اقف على باب ربنا بقلب منيب. قول له اتيتك ربي بقلب منيب. هو القلب ده على طول يرجع، انا برجع لك على طول. مهما كنت مقصر، مهما كنت مذنب، مهما كنت غافل، وانت واقف على باب ربنا وانبت اليه هيكبر بخاطرك. ليه؟ الله عز وجل حيي كريم يستحي ان يرفع العبد يده هكذا ويقول يا رب يا رب اعتدي، يا رب ان يرد يده صفرا خائبا. لازم يحط لك، لازم يستجيب لك الله سبحانه وتعالى.